السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. بداية جديدة ورحلة جديدة، كتب جديدة هتشتريها، مستقبل هتبنيه بايديك. بس قبل ما تاخد اي خطوة جوه الكلية محتاج تتعلم شوية حاجات تساعدك طول المسيرة الدراسية دي، زي ازاي تحفظ الاناتومي ما تنساوش بعد فترة، ازاي تفهم اي مصطلح معقد يقابلك، ازاي تزود نفسك بكلمات انجليش تفيدك في اي مجال طبي. عشان كده عملت لك سلسلة يلا نذاكر. السلسلة دي بتشمل كل اللي قلته لك خلال الفيديو ده. أول جزء في السلسلة هيكون كلمات الإنجليزي، هخليك تحفظ أكبر قدر من الكلمات من غير ما تستخدم ورقة وقلم. قسمت لك الكلمات لكذا بورشن، أول جزء الهيد أند فيس، بعد كده الجزء بتاع الجذع، بعد كده اللور ليم، عشان يكون سهل بالنسبة لك إن أنت تحفظها وتاخد وقت تعرف أكبر قدر من الكلمات. هنبدأ بأول مجموعة ألا وهي هيد أند فيس. الفيديو هيمشي كالآتي بإذن الله. أول حاجة هتظهر لك الكلمة وصورة ليها والنطق بتاعها، بعد كده ننتقل لتاني حاجة يظهر لك مشهد تمثيلي أو مشهد حواري نحط فيه الكلمات في جمل عشان تثبت معاك لمدة أطول، وآخر حاجة بعد مجموعة من الكلمات هتظهر لك شوية صور وأنت تقول الكلمات الخاصة بيها. وبس كده، أسيبكم على الفيديو. Head, skin, hair, scalp, root, strand, split ends, dandruff, alopecia. كده خلصنا أول جزء من الكلمات. هقولك على معلومة بخصوص حرف التي والنطق بتاعه، وبعدين نروح لتاني مرحلة. حرف التي لو كان ما بين حرفين متحركين، الحروف المتحركة اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو، لو كان ما بين حرفين متحركين بيتنطق دي خفيفة، زي في الكلمة بتاعت سبليدند. حرف التي اتنطق دي خفيفة عشان من قبل حرف الاي وبعد حرف اي. دلوقتي تخيل معايا ان انت جالك لاين المفروض تعمل له هيد اسسمنت. assessment هو يعني ايه assessment؟ الاسسمنت يعني التقييم او الفحص الطبي، ودي مرحله بيتم فيها جمع المعلومات عشان يتم التشخيص وتاخد قرار بالنسبه لحاله المريض. ايه اخبارك يا سارة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا دكتور، بس عندي حكة في راسي وتساقط شديد في شعري. معلش أسألك، حصل معاكي أي ضربة في راسك مؤخراً؟ لا والله مفيش حاجة. The patient denies any recent trauma to the head. بص يا كريم على الجبهة، شايف ده؟ شايف the skin on the forehead appears oily and has multiple comedones. طب بص على شعرها ناشف خالص ازاي؟ فعلاً، the patient's hair is fine in texture and shows signs of excessive dryness. بص كريم هنا تحت، في احمرار واضح. The scalp is erythematous and tender to the touch. وشوفنا كمان the patient has significant split ends indicating damage from chemical processing. التفصيل ده بيوضح لنا الصورة. عندك التهاب في فروة الراس بسبب الصبغة. أديكي دواء يهدي الالتهاب ويرطب الشعر من غير ما يضرك.